ازيكم عاملين ايه؟ فيديو جديد ان شاء الله. لو اول مره تشوف القناه اسمي سوسن، لايك وشير وسبسكرايب. النهارده هنعمل مش ما اقولكيش فظيع فظيع فظيع، مش سوداني. شايفه الحلويات دي؟ هو قدم معايا بصراحه، يعني انا عملته من قبل اسبوعين كده، بس دوب قلت اخلص الفيديو. فادي كده يا ستي، كل ما جاتي باي بالتركات الحلوه اللي انا هوريها لك في الفيديو هيطلع كده حلو زي ما شايفه. فبدل ما اقول لك المش الحلو ده اتعمل ازاي، تعالوا ندخل في الفيديو على طول ونشوف المش الحلو ده اتعمل ازاي. يلا بينا نبدا الفيديو. ادي كده يا ستي الكل، عايزه نص ملعقه صغيره من المحلب. ايوه المحلب نحطه في الطاوه بتاعتنا كده. ودي حلبه معلقه صغيره من الحلبه برضه نحطها هنا. ودي نص معلقه كبيره من حبه البركه. ونشيل ده الحاجات الحلوه دي على النار، نحمصهم كده مع بعض على نار متوسطه هاديه لمده 3 دقائق، يعني نشم الريحه كده. ادي كده يا ستي الكل، شايفه يعني انا ما بسيبش الحاجات دي، بحمصها على نار هاديه. تمام، شايفه كده. ونشوف المحلب ده بندوسه كده بيتفقع معانا، شايفه ازاي بنفتحه كده، نفتح كده المحلب، شايفه بتفتح كده. اول ما نشم ريحته، انا ما خدش معايا يعني كل 3 دقايق دقيقتين كده نشيله من على النار. عايزه كده يا ستي الكل، عايزه جبنه دي بلوكه ونص يعني، وعايزه دي اسمها روكوتا جبنه، دي اصلا يعني ايطاليه، فهنحطها دي 250 جرام. وعايزه كيلو من الزبادي اليوناني. لو ما عندكيش زبادي يوناني يا ستي مش مشكله، وما عندكيش برضو الريكوتا تشيز دي مش لازم يعني تحطيها، ممكن تحطي تزودي جبنه تاني. كيلو من الزبادي اليوناني. ادي يا ستي الكل، نهرس الجبنه مع الزبادي كده. بعد ما كده هرسنا الجبنه تمام، شايفين ده اللي عملناه في النار، نحط عليه كده. ونص ملعقه صغيره من الشطه الحمراء، لازم يكون مشطشش هو بصراحه يعني. ونص معلقه كمون، ودي شطه برضو خضرة كده بتكون سبايسي، دول 3 يعني رفصاص. وعايزه فص توم كبير كده نقطعه كده اهو، مش للاخر بس كده ونحط عليه. وملح طبعا على ذوقكم، دي ملعقتين صغار. ونقلب كويس، ونجيب برطمان يكون نظيف ومعقم، نحط دي نخليه برا الهواء لمدة يومين، بعد كده نحطه في التلاجة. ادي كده ست الكل، انا ما عنديش برطمان بحطه في علبة بلاستيك عادي يعني. ادي كده يا ست الكل، انا عبيت برطمان، عبيت تاني نحط زيت على الوش كده ونقفله ونخليه في حتة دافية قصدي لمدة يومين كده لغاية لما يطيب. تمام، بعد كده بعد يومين نشوف المش بتاعنا وصل لفين. كده يا ست الكل المش بتاعنا انا بصراحة خليته يعني لغاية لما اخد وقته. شايفة كده يا ست الكل ده المش. طبعا اكلنا منه وانا نسيت كالعادة ان انا اعمل الفيديو يعني، فهنشوف مع بعض دلوقتي. ادي كده يا ست الكل، شوف انا هقول لك حاجة، ما تحطيش كمون. بصراحة انا الكمون ما عجبنيش، انا ما بحطهوش اصلا في الاكل كتير الا حاجات معينة اللي انا بستعمل الكمون. فالمش عايزاه حلو ما تحطيش كمون زي ما انا حاطاه. لو انت بتحبي الكمون حطي. يلا نظبط المش بتاعنا كده صح. ادي ده كان يا ستي المش بتاعنا، ايه رايك؟ بس زي ما قلت لك لو بتحب الكمون زيدي الكمون، لو ما بتحبيش الكمون زي ما تزيديش الكمون. طبعا لازم نخلي شويه في البرطمان بتاعنا عشان تعملي منه خميره، عشان كل ما تكوني عايزه تعملي مش تروحي تحطيه تزودي على البرطمان بتاعك زي ما انا بعمل كده. فدي كانت الوصفه بتاعتنا يا ستي الكل. اتمنى لو عجبتك الوصفه تقولي لي في كومنت حلو هل انت جربتي اي وصفه من الوصفات بتاعتي اللي انا بعملها ولا لا. لغايه لما نلتقي في فيديو جديد ان شاء الله.